عودة الدوريات الخمسة الكبرى وعودة الدوري الأقوى في العالم الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأنا جولة الأسبوع ده بمكسب للعراف بيب جوارديولا رغم خسارته من اليونايتد في الجولة اللي فاتت بنتيجة 2-0، ولكنه رجع الجولة دي عشان يعمل على الولفز واحدة من أقوى مبارياته من مدة كبيرة جدا ويقدر إن هو يكسبهم بنتيجة 2-0. ألا وهو إن جوارديولا على الورق كان بيلعب براس حربة واحد، إلا إن أنت في الملعب هتشوفهم راسين حربة، ألا وهم عمر مرموش وسيمينيو، ولكن برضه هم ما كانوش راسين حربة بالتعريف الحرفي لراس الحربة، هم كانوا مزيج ما بين أجنحة وراس حربة في نفس الوقت، والتوظيف ده كان ذكي جدا 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 من جوارديولا ونتج عنه جول في الدقيقة 6 من عمر مرموش بعد عرضية رائعة جدا يا جدعان من نونيز، وبعدها ما تأخرناش كتير، ففي الدقيقة 45 تحرك رائع من غير الكرة من سيمينيو وتمريرة بسيطة جدا من برونو لسيمينيو نتج عنه الجول الثاني في الدقيقة 45 للسيتي. وطبعا ما ننساش كرة عمر مرموش في الدقيقة 34 اللي خبطت في العارضة، واللي كان قبلها بالظبط بثانية واحدة في ضربة جزاء للسيتي، ولكن الحكم مرضاش ان هو يحسبها. كانت ضربة جزاء يا جدعان صحيحة بنسبة 100%. الكنترول بتاع عمر مرموش رفع الكرة على ايد المدافع والمدافع كان مكبر حجمه بايده، ففي قانون الكرة دي ضربة جزاء بنسبة 100%. وبالمناسبة برضو الحكم بتاع الماتش ده كان اول مرة يحكم ماتش في الدوري الانجليزي الممتاز، كان تقريبا بيحكم في دوري الدرجة الثانية والثالثة، فاظن غلطة سيئة جدا من حكم في اول ماتش ليه في الدوري. وبرضو ما ننساش الكرة بتاعت سيمينيو اللي كانت هتيجي في الشوط الثاني ولكن برضو خبطت في العارضة بعد ما بصراحة قطم وحط ارتو عالمي، ولكن العارضة تعترض حرفيا. ويا جدعان بجد لازم اشيد بمهاجم الولفز ماني حرفيا يا جدعان عمل كمية هجمات على مانشستر سيتي هزق في دفاع جوارديولا بالكامل، ولكنه فشل في ان هو يترجم كل الهجمات دي لاهداف. الماتش اجمالا يا جدعان تكتيكيا كان مدار بطريقة جيدة جدا، وده يحسب طبعا لجوارديولا المدرب اللي احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش ليه مطوشة ممتعة بالشكل ده، وانا متأكد ان دي مش اخر مرة هنشوف تكتيك جبار لجوارديولا في الموسم. اما بالنسبة للهولندي ارن سلوت بعد كسر سلسلة التعادل في الدوري بهزيمة من بورنموث، مش معقولة يا جدعان الاداء السيء جدا لدفاع ليفربول يا جدعان، حرفيا على رأي محمد عدنان طاعون قاتل. فان دايك مثلا رغم تسجيله الهدف في المباراة ولكن ده ما غطاش على ادائه الدفاعي السيء جدا في الماتش. ما تخلينيش بقى اتكلم على كوناتي وفكرة ان هو اصلا عايز يسيب النادي، عشان ما فيش اي حاجة تفسر من الحاجات اللي بيعملها كوناتي في الملعب عشان النادي يزهق منه ويعرضه للبيع ويمشيه في اول فرصة. اما يا جدعان لو جينا لصلاح فيا جدعان باين من اول الموسم ان صلاح مستواه نازل، وده برضه ظهر مع منتخب مصر في بطولة افريقيا، ولكن اللي عجبني في صلاح ان هو على الاقل بيحاول. يعني انا اخدت بالي ان اخر 5 دقايق من المباراة صلاح كان مولع على الجبهة اليمين، كان حرفيا بيعدي ويجري ويعمل تمريرات تتحط في الجول، ولكن للاسف فشل الفريق ان هو يترجم الكلام ده لاهداف. فاللي عجبني في صلاح ان هو مستواه سيء ولكنه مش مستسلم وقاعد بيحاول لحد اخر نفس. ولكن تعالى بقى المحسن الماتش الا وهو سوبوزلاي، احسن لاعب في ليفربول حاليا، اللاعب اللي دايما وقت ما ليفربول يعجز عن ان هو يسجل اي اهداف فساعتها قذائف سوبوزلاي من الركلات الحرة بتكون حاضرة. اللاعب يا جدعان اللي بالنسبة له الركلة الحرة دي كأنها ضربة جزاء. وبرضه يا جدعان مش عايزين ننسى فيرتز، اللاعب اللي انا واحد من الناس قلت عليه ان هو كان سيء جدا اول الموسم ويعتبر كان هو واحد من الركائز الاساسيه اللي خلى ليفربول يبدا موسم كارثي، وللاسف ما زال مستمر عليه طبعا، ولكنه على الاقل ما بقاش هو واحد من الاسباب وحسن اداؤه، غير ان هو دخل في المنظومه فبدا يساهم باهداف كتير مع الفرقه. ولكن رغم كل ده يفضل الفرقه ادائها حرفيا زباله. الفرقه يا جدعان ما فيهاش كلام، هي محتاجه لتكتيك جديد، تكتيك جديد يحط ارن سلوت يمشي بيه الفرقه على الاقل ان هي تبان بس بمنظر كويس، مش لازم تكسب البطولات. اما لو فضلت كده فانا بقول لك اهو هيتم اقاله ارن سلوت بنهايه الموسم ده اكيد. الفريق مقدم اداء سيء جدا وفوق كده اكيد مش هيكسب اي بطولات بالاداء ده. وارن سلوت بقولها لك لتاني مره، يا اما تلاقي حل في منظومه الفرقه يا اما هيتم اقالتك من النادي. اما لو المان يونايتد قدر ان هو يعطل كتيبه بيب جوارديولا الجوله اللي فاتت فهو برضه قدر ان هو يحرج متصدر الجدول ارسنال وكسبه بنتيجه 3-2 بعد ماتش عالمي يا جدعان اقل ما يقال عليه ان هو افضل ماتش في الجوله ده اكيد. بدأها ارسنال بكره كده خبطت في اللعيبه كلها، كانت بادئه من ساكا اللي وصلت لاوديجارد بالغلط تقريبا، اوديجارد حرفيا اتوتر ومش عارف يعمل فيها ايه فقام شاطها على الجول اي حاجه عشان تخبط في مارتينيز مدافع اليونايتد عشان تدخل الجول. حرفيا الكره كده كانت سلطه نوعا ما يعني، بس اهم حاجه ان الارسنال بدأ الماتش وسجل 1-0 قدام اليونايتد عشان بعد كده يجي دفاع ارسنال يعمل واحده من اغبى الحاجات اللي انا شفتها في الماتش بصراحه. اما في كره الجول الثاني لليونايتد فالكره طالعه نيزك من رجل دوركو على خط ال 18 عشان تخبط في العارضه وتنزل في الجول. الكره يا جدعان بصراحه كانت حلوه جدا واليونايتد يقدر ان هو يتقدم 2-1 على ارسنال عشان بعد كده ارسنال يدرك التعادل بسلاحه المفضل الا وهو الركلات الثابته. فركنيه الارسنال تلاقي سلطه من اللعيبه، تلاقي الكره دخلت وسطهم ما تعرفش راحت فين اصلا عشان يظهر مورينيو من وسط اللعيبه يزق الكره في الجول وارسنال التعادل عشان بعدها بدقيقتين بالظبط ضغط
متواصل من لعيبه اليونايتد على لعيبه الارسنال، ويكسب اليونايتد 3-2 على حساب ارسنال متصدر الدوري في الدقائق الاخيره. حرفيا ما فيش سيناريو اسوأ من ده لمشجعي الارسنال والله. ابقى متصدر الدوري من اول الموسم واجي في الاخر اخسر من فرقه بتغير المدرب بتاعها كل شهر تقريبا. ولكن يا جدعان شكل اليونايتد فاق من الغيبوبه اللي هو كان فيها خلال المواسم اللي فاتت كلها، وشكله هيرجع ينافس تاني على الدوري. وما بين اداء جوارديولا المتذبذب اللي ماتش يكون حلو وماتش يكون سيء، واداء ليفربول اللي كده كده سيء، وان الموسم لسه فاضل عليه 5-6 شهور قبل ما يخلص، فاظن قدام اليونايتد فرصه حلوه جدا ان هو ينافس على الدوري، لو خاصه ان هو بعد ما كسب ارسنال الجوله دي بقى في المركز الرابع برصيد 38 نقطه، بفارق 12 نقطه ما بينه وبين متصدر الدوري ارسنال اللي جايب 50 نقطه. ف50 نقطه يا جدعان يعني حوالي 4 مطوشه كتير ولكن صدقني لسه بدري على الدوري. فلو اليونايتد فضل فايق كده لحد اخر الموسم اضمن لك ان احنا هنشوف منافسه شرسه جدا ما بين اليونايتد والارسنال على الدوري، ده في حال طبعا ان بيب جوارديولا مش هيبقى ليه راي تاني. ولكن عموما منافسه الدوري الانجليزي بتسخن يا جدعان، وعشان كده هو احسن وافضل دوري في العالم. اما في الدوري الاسباني فبرشلونه وريال مدريد الفرق ما بينهم نقطه واحده بس على صداره الدوري، فبالرغم من اقاله تشابي الونسو من تدريب نادي ريال مدريد بعد طبعا الخساره 3-2 في نهائي السوبر الاسباني من نادي برشلونه، وبعدها عينوا اربيلوا كمدرب جديد للفريق الملكي. واربيلوا للاسف طبعا يقدم اداء سيء جدا في اول لقاءاته بعد ما تم اقصائه من بطوله كاس ملك اسبانيا على فريق بيلعب في دوري الدرجه الثانيه تقريبا اسمه الباسيتي بنتيجه 3-2. فكان الاداء العام لريال مدريد غير مبشر بالمره. ولكن اربيلوا بطريقه او باخرى يقدر ان هو يحل شفره ريال مدريد، ويقدر ان هو يكسب لقاء ليفانتي بنتيجه 2-0، ثم عملاقه وفرض عضلات على موناكو بعد الفوز عليه بنتيجه 6-1 في دوري الابطال، ثم فوز على فيا ريال بنتيجه 2-0 في الدوري. ورغم يا جدعان ان ماتش فيا ريال ده كان ممل جدا يا جدعان، ماتش ما كانش فيه كوره بجنيه يعني، ولكن على الاقل طلعنا منه بمكسب الماتش ذات نفسه، مكسب فينيسيوس جونيور يا جدعان. انا مبسوط جدا ان فينيسيوس من ساعه ما تشافي مشي تقريبا وهو ابتدى يرجع لجزء من مستوى فينيسيوس بتاع 2024، وبيساهم باهداف خرافيه مع الفريق يا جدعان. ده غير طبعا يا جدعان استمرار سطوع اردا جولر، اللاعب اللي حرفيا وقت ما بتقفل مع فريق ريال مدريد بيكون يا اما هو يا اما فينيسيوس اللي بيبقوا الحل الفردي للفريق. اردا جولر اللي دايما هو اللي بيحرك امبابي بالاسيستات اللي بيعملها له، او فين اللي من خلال مهاراته بيعرف يوجد اي حلول، يا اما حلول فرديه ويسجل اهداف، يا اما حلول جماعيه ويعمل اسيست او على الاقل يساعد في بناء هجمه. ده غير طبعا اخيرا يا جدعان اسينسيو اللي طلع من شخصيه راموس اللي هو كان لابسها دي. من كتر يا جدعان ما الناس قعدت تتكلم على اسينسيو قد ايه هو شبه راموس جدا في الملعب، فتحس ان اسينسيو اتاثر بالكلام ده واخد من شخصيه راموس، ولكن اخد منها الحاجات السيئه اللي احنا مش عايزينها، الا هو الجرينتا والزعيق في الملعب والخناقات. ولكن تعالى بقى اللعب بقى العب ودافع، مفيش طبعا. ده انت يا ابني ما جيتش حتى صبع رجل راموس. ولكنه مؤخرا والحمد لله بدا يطلع بره الشخصيه دي ويلعب كوره بقى عادي، فاهم، بقى عادي بيدافع وبيعمل تاكل والدنيا ماشيه. انا يا جدعان مبسوط جدا ان هو اخيرا طلع بره شخصيه راموس وبدا يلعب ويقدم اداء كويس جدا جوه الملعب. لكن تعالى على الناحيه الثانيه بقى وبرشلونه اللي حالفه ما تسيب الصداره لحد، فرغم ان برشلونه كان على الورق باين ان هو هيلعب مباراه سهله جدا جدا ضد ريال اوفيدو، ولكن رغم كده برشلونه عانى جدا في الشوط الاول، ما كانش قادر ان هو يسجل اي اهداف رغم وجود هجمات خطيره جدا، ولكن فشلت كل محاولات برشلونه في ترجمه هذه الهجمات الى اهداف. وصدق او لا تصدق ولكن نفس الكلام على ريال اوفيدو، برضو الفريق عمل هجمات خطيره جدا على برشلونه ولكن برضو فشل ان هو يترجمها لاهداف، الى ان ياتي الشوط الثاني وفليك يفك الشفره وتبتدي من داني اولمو في الشوط الثاني بعد ما قدر ان هو يسجل كره جميله جدا في الجول في الدقيقه 52. وبعد كده نفس الغلطه اللي عملها دفاع ارسنال عملها دفاع ريال اوفيدو، قعدوا ينقلوا الكره ما بينهم وما بين بعضيهم في الدفاع، ضغط من فريق برشلونه وخاصه رافينيا قدر ان هو ياخد الكره وينفرد بالحارس وهوبا تشب من فوق الحارس جول، عشان بعد كده في الدقيقه 73 باكورد على قده كده من يامال عشان يسجل الثالث لبرشلونه وينتهي اللقاء بنتيجه 3-0 لبرشلونه، وتقدر برشلونه ان هي تاخد الثلاث نقاط وتخطف الصداره من ريال مدريد، يبقى مجموع نقاط برشلونه 52 وريال مدريد 51 والفرق نقطه على الصداره. اما بقى تعالى على الناحيه الثالثه اتلتيكو مدريد، قال ان هي كانت بتلعب ماتش سهل جدا قصاد ريال مايوركا وقدرت ان هي تكسب 3-0، قالوا انها في جدول الترتيب في المركز الثالث بمجموع نقاط 44 نقطه، الفرق ما بينها وما بين برشلونه 8 نقاط. هو 8 نقاط يعتبر حاجه كبيره شويتين، ولكن احنا عارفين اتلتيكو مدريد ممكن في جولتين ثلاثه برشلونه يقعد يتعثر يا اما بالهزيمه يا اما بالتعادل، واتلتيكو مدريد ساعتها مش هيسمي على حد، فالمنافسه مشتعله في الدوري. ولكن بالنسبه للدوري الالماني وبايرن ميونخ الاكثر تتويجا بالدوري ومتصدر الدوري هذا الموسم يخسر بنتيجه 2-1 في اخر جوله ليه في الدوري، ولكن الخساره ما تاثرش معاه قوي عشان يفضل هو برضه متصدر الدوري ب 50 نقطه ويبعد 8 نقاط عن اقرب منافسيه بروسيا دورتموند اللي مجمع 42 نقطه. فيعتبر الدوري الالماني هو
اكتر الدوريات المستقره تقريبا. طبعا يا جدعان ما ننساش الدوري الايطالي، الانتر ميلان والاي سي ميلان حرفيا الفرق ما بينهم نقطتين 3 على متصدر الدوري. غير طبعا الدوري الفرنسي يا جدعان في نفس الحدوته، فما بين باريس سان جيرمان متصدر الدوري ووصيف الدوري حرفيا نقطتين. كمان يا جدعان ان المنافسه شديده جدا في الدوريات الخمسه الكبرى. وده كده كان فيديو بسيط كنت بحاول الم لك فيه اهم الاحداث اللي حصلت في الدوريات الخمسه الكبرى في الجوله الاخيره. فاتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو عجبك الفيديو تحط لايك وشير وتسبسكرايب وتشير لكل اصحابك وكل صحباتك، لعل وعسى حد فيهم يعجبه الفيديو يجي يعمل لايك واشتراك في القناه. ولو ما عجبكش الفيديو فبرضه تحط لايك وشير وتسبسكرايب، ولكن اهم حاجه بقى انك تشير بقى، لانه لعل وعسى يعجب غيرك. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في جوله الاسبوع ده، ومين في رايكم اللي هيقدر ياخد بطوله الدوري في البريمير ليج الموسم ده. ما تنساش تكتب لي تحت رايك في الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.